وعشان نحلل صح لازم ناخد شخصية كل واحد لوحده، ونبتدي به عبد الغفور البرعي اللي جاي تبع الشيخ حنفي العنبري بأمارة أكلة الكوارع. عبد الغفور شخصيته مرسومة صح جدا، ده المفروض شاب أبوه دلعه، معرفش ازاي بشنبه ده، بسبب دلع أبوه إنه ما خلوش يكمل تعليمه عشان ابنه مش عايز. لما أبوه مات وهو ملوش في أي حاجة، خسر كل حاجة وبقى محتاج أي شغلانة عشان يقدر يصرف على نفسه. ولما راح للجاد فازر المسلسلات المعلم سردينة، الشخصية العبقرية، أفضل شخصية بالنسبة لي في المسلسل كله، واللي لما بيعرف الأمارة بيشغله، ويبقى المعلم أو الرئيس بتاعه مش حبه أو مش متقبله أو غيران منه، لأن عبد الغفور بيسمع كلام المعلم الكبير وبيعمل اللي هو نفسه فيه. ومش عارف برضو إيه يحب الأستاذ نور الشريف في الوكالات. عبد الغفور البرعي اشتغل في وكالة، العطار السبع بنات برضو كانت وكالة، الحاج متولي في وكالة، والراح حتى في مسلسل الرجل الآخر اشتغل في أول كام حلقة في وكالة برضو. ونسبة الحاج متولي ما تنساش تتفرج على الحلقة اللي أثارت الجدل آخر فترة في القناة، وهي عائلة الحاج توكسيك، واللي هتظهر لك فوق هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. نرجع لموضوعنا، والحاج سردينة تبنى عبد الغفور. ونيجي لأهم حاجة، هي إن أي سؤال في المسلسل دايما هتلاقيه له إجابة. يعني هو ليه مثلا تبنى عبد الغفور وخده تحت دراعه؟ عشان هو مر باللي مر بيه عبد الغفور لما أبو المعلم سردينة مات وسابه لوحده، وهو ابتدى من الصفر، وهو برضه نزل واتعلم لوحده. فهو حب ما يخليش عبد الغفور يتمرمط نفس المرمطة بنفس الدرجة اللي هو اتمرمط بيها. وفي وسط ما هو بيتكلم معاه وبيشرح له الكلام ده، بيقول له كمان إن ابنه محفوظ سردينة نزل الشغل من صغره عشان يبقى فاهم الشغل لما يكبر. وهنا برضه ده هيبين لك عبد الغفور خاف من دلعه لابنه لا يحصل فيه زيه، وده هنحتاجه قدام. فبالغ قوي في المعامله الناشفه لابنه، وده خوفا منه لابنه يبوظ ويتدلع ويضيع ثروته.